يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله نحل صفحة 21. بس قبل ما نبدأ ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك، ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال عندي بيقول لي فيه A person who helps solve problems. الشخص اللي بيحاول بيساعد في إن هو يصلح المشكلات between others، ما بين الآخرين. الراجل ده بيبقى اسمه ايه؟ resident يعني ساكن، ولا competitor منافس، ولا mediator وسيط، ولا audience جمهور؟ طبعا ده بيقال عليه ان هو mediator يعني وسيط. طب السؤال اللي بعده رقم 2 يقول لك فيه writing كتابة thank you notes، ملحوظات فيها شكر، is a way to show، هي طريقة انك توضح بيها وتبين ايه. طالما شكر يبقى بتبين ايه؟ يبقى انت كده بتبين gratitude الشكر والامتنان، لكن punishment مش بتبين العقاب ولا روتين النمط ولا habit اللي معناها عادة. بعد كده 3 بيقول لك في conflicts الصراعات often happen دايما بتحدث because of بسبب ايه؟ agreement الاتفاق لا، misunderstanding سوء الفهم ايوه، يبقى الصراعات بتحدث بسبب سوء الفهم. ولا cooperation التعاون لا، fairness الظلم اللي هو العدل قصدي لا. طب السؤال اللي بعده رقم 4 بيجي يقول لك فيه good students الطلبة الكويسة always not the efforts معناها المجهود of their classmates بتاع زمايلهم في الفصل، يبقى دايما بتقيل المجهود، دايما روين يدمر لا، belong ينتمي ويخص لا، compete يتنافس لا، يبقى هي الإجابة appreciate معناها يقدر، دايما بيقدروا المجهود بتاع زمايلهم في الفصل. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك فيه teachers encourage students المدرسين بتشجع الطلبة to not each other politely، نقط بعضهم البعض بأدب، solve يحلوا بعضهم البعض بأدب، ولا thank يشكروا بعضهم البعض بأدب، ولا confuse يربكوا بعضهم البعض بأدب، ولا decrease يقللوا. طبعا الإجابة الصح thank يشكروا بعضهم البعض politely بأدب. السؤال اللي بعده saying thank you انك تقول شكرا helps people feel they not to the community، بتساعد الناس ان هم يحسوا ان هم not to the community. isolate يعزل، separate يفصل، exclude يستبعد. التلاتة بنفس المعنى على فكرة، فتبقى الإجابة اللي عكسهم تماما كلمة belong to يعني ينتمي ويخص المجتمع. politicians يعني السياسيين، الناس السياسية يعني. not the new law القانون الجديد. 4 hours لمدة ساعات during the debate يعني أثناء، وديبيت معناها المناقشة والمناظرة، يبقى هما argue over يعني بيتجادلوا عليه لوجود كلمة debate مناظرة. لكن agree on يتفق عليه ما تنفعش، take on ما تنفعش، lead to يؤدي إلى برضو ما تنفعش. السؤال اللي بعده political leaders القادة السياسيين aimed to بيهدفوا إلى resolve the نقط إن هم يحلوا الإيه؟ أكيد يحلوا الكونفليكت يعني صراع between rival parties ما بين الأحزاب اللي هي الريفل أخصام يعني peacefully يحلوها بسلام، فيبقى يحلوا الكونفليكتس معناها الصراعات، لكن cooperation معناها التعاون لأ، ولا بيحلوا الagreement الاتفاق، ولا السليبريشن اللي معناها احتفال. It's rude to not someone من الوقاحة انك نقط someone شخص ما while they are speaking اثناء ما يكون بيتكلم during a meeting اثناء الاجتماع، يبقى من الوقاحة انك interrupt. يعني interrupt معناها يقاطع، يبقى من الوقاحة انك تقاطع. listen يستمع لأ، enhance يعزز لأ، observe يراقب ويرصد لأ. 10 the volunteer المتطوع decided to قرر ان هو نقط the responsibility. كان عندي مصطلح اسمه take on the responsibility يعني يتولى المسؤولية، مهم جدا. take on the responsibility يعني يتولى المسؤولية of organizing the school festival في تنظيم مهرجان المدرسة. argue over معناها ان هو يتجادل على، و take in معناها يمتص ويفهم، و lead to معناها يؤدي، فما تنفعش، فاللي تنفع هي take on responsibility. السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لك في resolving a نقط حل نقط requires patience بيتطلب الصبر and careful listening والاستماع الحريص from all parties involved من كل الأحزاب المشتركة. يبقى resolving ايه؟ حل الايه؟ حل طبعا
الميس اندرستاندينج، ميس اندرستاندينج معناها سوء الفهم. امال كلمة persistence معناها مثابرة، compromise معناها اتفاقية، mediator معناها وسيط. طبعا حل سوء الفهم هو اللي بيتطلب الصبر. تمام. each نقط must follow the community rules. لازم كل نقط لازم ان هو يتبع community rules، قوانين المجتمع. to maintain a safety environment، عشان يحافظ على كلمة maintain ترجمها معناها يحافظ على a safe environment يعني بيئة safe يعني بيئة آمنة. طب حلو، هختار انهي فيهم وليه؟ الإجابة الصح هتبقى resident. أصل كل ساكن وكل مقيم لازم ان هو يتبع الرولز القواعد. لكن disaster معناها كارثة لأ، وconflict معناها صراع لأ، وcompetition معناها منافسة برضو لأ. السؤال اللي بعده رقم 13. local leaders، القادة المحليين organized a نقط، بينظموا نقط to discuss new safety measures، علشان يناقشوا safety measures يعني إجراءات الأمان in the neighborhood في الحي. يبقى هما بينظموا ايه؟ gathering اجتماع، ولا mediator وسيط، ولا سوء فهم، ولا شكر وامتنان؟ طبعا هما بينظموا gathering معناها اجتماع وهكذا. دبلومات اللي هو الشخص الدبلوماسي. diplomats الدبلوماسيين work together تعاونوا to نقط conflicts عشان يعملوا ايه؟ الصراعات between the two nations peacefully. طبعا هيحلوا الصراعات يبقى resolve يعني يحل الصراعات تماما. لكن interrupt يقاطع لا، وargue يجادل الصراعات لا، وappreciate يقدر الصراعات لا. the government الحكومة must نقط the issue of unemployment اللي هي البطالة، وissue معناها مشكلة أو قضية. يبقى الحكومة لازم نقط مشكلة البطالة. لازم ايه؟ empower معناها ان هي تعطي طاقة وتمكن لا. boost تعزز وتقوي لا، ما هي اصلا بتساوي enhance، فتمام. فيبقى الاجابة الصح address معناها يعالج، وممكن تيجي بمعنى عنوان، وممكن تيجي بمعنى يخاطب. teachers المدرسين must نقط classroom behavior carefully، لازم ان هي نقط سلوكيات الفصل carefully بعناية. to maintain discipline عشان تحافظ على discipline معناها الانضباط effectively بفاعلية. يبقى لازم تتعامل مع السلوكيات بعناية عشان تحافظ على الانضباط. تمام. يبقى عندي يتعامل ممكن تبقى deal وممكن تبقى handle، بس خلي بالك deal عايزة حرف الجر with، لكن handle مش عايزة حرف جر، فيبقى handle classroom behavior. involve معناها يشترك، وbelong ينتمي، كل دي مش متناسب مع المعنى. السؤال اللي بعده بيقول لك she expressed her نقط، هي عبرت عن نقط to the teacher إلى المدرس for the guidance معناها الإرشاد، من أجل إرشاده ليها يعني. هي عبرت عن إيه؟ عبرت عن disappointment الإحباط، confusion الربكة أو الحيرة، thankfulness يعني الشكر والامتنان. أوكي، هي دي الإجابة. ولا misunderstanding سوء الفهم؟ لأ. السؤال اللي بعده 18 بيقول لك skilled نقط help resolve conflicts، بتساعد انك تحل الكونفليكتس الصراعات between groups peacefully and fairly، ما بين المجموعات peacefully بسلام and fairly يعني ايه كده؟ ان انت بعدل. يبقى skilled ايه؟ مين الماهرين؟ طبعا الميدياتورز معناها وسطاء. تمام. يبقى الوسطاء الماهرين هم اللي بيساعدوا ان هم يحلوا الصراعات اللي بين الجروبس. opponent معناها خصم، وكريمنال معناها مجرم، وتشالنجر معناها متحدي، فكل ده طبعا ما ينفعش. السؤال اللي بعده 19 بيقول لك showing نقط towards parents، اظهار نقط تجاه وناحية الآباء and elders وكبار السن is a sign of هو علامة للجود manners يعني الأخلاق الحميدة. يبقى showing ايه؟ gratitude معناها الشكر والامتنان وهكذا. fear معناها الخوف، وديسريسبكت عدم الاحترام، وديسابوينتمنت الاحباط، ما تنفعش. parents felt deep نقط، الآباء حسوا بإيه عميق. for the teachers dedication معناها الشكر، أو مثلا dedication معناها تفاني في العمل. and guidance معناها الإرشاد. يبقى هم حسوا بإيه؟ حسوا بالappreciation معناها شكر وتقدير. لكن competition معناها منافسة لأ، anger غضب لأ، وconflict صراع برضو لأ. the conflict was finally solved، الصراع أخيرا اتحل through
peaceful نقط من خلال ايه سلمي؟ طبعا من خلال resolution، من خلال حل سلمي. resolution معناها حل، لكن crisis معناها ازمه، مش من خلال ازمه ولا من خلال issue قضيه ولا من خلال failure اللي معناها فشل. 22 بيقول لك فيه students not speaking English regularly، تكلم وتحدث الانجليزيه بانتظام. to become more fluent and confident، علشان يكونوا fluent يعني طليق وفصيح، ويكونوا fluent و confident وواثقين من نفسهم. يبقى هما practice speaking English، بيمارسوا تحدث اللغة الإنجليزية بانتظام عشان كده. لكن avoid يتجنب لا، neglect يتجاهل لا، project اللي معناها يرفض لا. بعد كده صفحة 22 نبدأ كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 23 سهل جدا، بيقول لك فيه نقط means to stop someone، انك توقف شخص ما while they are speaking or doing something، اثناء ما يكون بيتكلم او بيعمل شيء. يبقى ده تعريف لمعنى كلمة interrupt معناها يقاطع. لكن كلمة handle يتعامل معه، و take on يتولى، و argue over يتجادل معه، ما تنفعش. نقط is a person who lives in a particular place، هو الشخص اللي عايش في مكان معين، يبقى ده ساكن او مقيم. كلمة اسمها resident معناها ساكن او مقيم. لكن mediator وسيط، وconflict صراع، وgathering معناها اجتماع. بعد كده بيقول لك في 25 نقط is the quality of being thankful يعني شاكر وممتن، and showing appreciation وانك تبين الابريشيشن الشكر والتقدير. يبقى ده كده gratitude يعني شكر وامتنان. اوكي. لكن conflict صراع لا، misunderstanding سوء الفهم لا، resident معناها ساكن او مقيم برضه لا. 26 بيقول لك to نقط means to deal with، انك تتعامل مع، هي دي طبعا مفتاح الحل. deal with or discuss problem or issue، انك تتعامل مع مشكلة او قضية او امر. يبقى انت كده ادرس يعني يعالج ويتعامل معه، هي دي الاجابة. خلي بالك interrupt يقاطع لا، وتيك اون يتولى لا، وجزر يتجمع برضو لا. السؤال اللي بعده 27 to talk in an angry way، انك تتكلم angry way بطريقة غاضبة because you don't agree about something، لان انت مش متفق مع شيء ما. يبقى انت كده argue over، بتجادل من اجل الشيء. يبقى argue over انك بتتكلم بطريقة غاضبة. لكن take on يتولى مسؤولية، وhandle يتعامل، وaddress هي كمان يعالج ويتعامل. 28 public art الفن العام can help people ممكن يساعد الناس important social نقط issues، يساعد الناس ان هم، طبعا هي النقط كانت المفروض تبقى هنا كده، يساعد الناس ايه؟ طبعا discuss important social problem issues، النقط كانت المفروض تبقى هنا. لكن forget معناها ينسى لا، وايجنور يتجاهل لا، وهايد معناها يخفي لا. the project والنقط research البحث سوف نقط، او المشروع سوف نقط البحث، وinterviews and presentations ومقدمات كده for all participants لكل المشاركين. يبقى هو سوف يتضمن ده كله، يتضمن كلمة اسمها involve. خلي بالك عشان كلمة evolve دي معناها يتطور، مش هتنفع. exclude يستبعد لا، وconsist عايزة حرف الجر of يتكون من. السؤال اللي بعده رقم 30 neighbors الجيران sometimes not about noise، يبقى هما دايما ايه بشأن النويز الضوضاء. but polite discussion usually resolve it، ولكن polite discussions المناقشات polite المهذبة دايما بتحل الموضوع ده. يبقى complain about معناها يشكو بشأن، ودي كلمة مهمة تمام. لكن accept يعني يوافق أو يقبل، involve معناها يتضمن، ما تنفعش. وpraise معناها يمدح، كل ده ما ينفعش. السؤال اللي بعده this necklace هذا العقد not to my grandmother، عايز اقول لك ينتمي ويخص، يبقى belongs to معناها ينتمي ويخص الى جدتي. please handle it carefully من فضلك اتعامل معاه carefully يعني ايه بعناية وكده. لكن praise الاولى معناها يمدح فما تنفعش. separate يفصل ما تنفعش. mislead معناها يضلل برضه ما تنفعش. planning a school sports تخطيط الرياضات المدرسية، هي طبعا اسمها sports events الأحداث الرياضية. requires بيتطلب teamwork and careful organization تمام. neighborhood الجيرة والحي لأ. resident ساكن، وتاسك مهمة لأ. فالإجابة الصح تبقى
event sports event يعني أحداث رياضية. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 33 بيقول لك في the school organized a grand نقط. المدرسة نظمت ايه عظيم؟ to honor the winners عشان تكرم الفائزين of the competition بتوع المنافسة. يبقى هي عملت ايه؟ طالما هتكرمهم يبقى عملت celebration معناها احتفال. ما ينفعش اقول لك عملت argument جدال، ولا debate نقاش، ولا عملت conflict صراع. students الطلبة not speaking English regularly to become more fluent and confident. السؤال اللي احنا لسه حلينه يبقى practice speaking English بيمارسوا تحدث اللغة الإنجليزية بانتظام. طب avoid يتجنب، ونجلكت يتجاهل، وريجكت معناها يرفض. لسه حلينه بالظبط. 35 the local council القنصلية المحلية organized a cleanup campaign نظمت حملة تنظيف for the entire نقط من أجل إيه كلي أو إيه تماما entire neighborhood. طالما هي حملة تنظيف يبقى معمولة طبعا في النيبرهود في الحي أو في الجيرة، مش معمولة في التاون المدينة، لأن هي بتساوي كلمة city وكلمة conflict معناها صراع. كل ده ما ينفعش. 36 نقط neighbor الجار الإيه helps maintain a friendly and supportive community بيساعد إن هو يحافظ على friendly and supportive community مجتمع داعم وودود كده environment بيئة مجتمعية ودودة وداعمة. يبقى الجار الايه الجار الكوبريتيف معناها التعاوني، هي دي الإجابة. لكن lazy معناها كسول، وstubborn معناها عنيد، وselfish معناها أناني. كل ده ما ينفعش. during the debate أثناء المناقشة each participant كل مشارك should listen نقط to opposing arguments علشان oppose يعني يعارض الارجيومنت الجدال. يبقى لازم يستمع ايه respectfully معناها باحترام، carelessly بإهمال، rudely بوقاحة، harshly بقسوة، كلها معاني سيئة. الأنسب كله هي كلمة respectfully. بعد كده teachers المدرسين help the students بيساعدوا الطلبة resolve their نقط إن هم يحلوا إيه through discussions من خلال المناقشات and compromise والاتفاقات. يبقى يحلوا الإيه؟ يحلوا طبعا الإجابة الصح disagreement الخلافات، يحلوا الخلافات وعدم الاتفاقات بكده، مش يحلوا الصداقة friendship ولا الاحتفال celebration ولا العمل الجماعي teamwork. بعد كده her simple act of نقط act يعني حدث أو فعل. الحدث البسيط of نقط brighten the day. كلمة brighten the day يعني خلى اليوم كده ليه معنى أو خلاه لامع. of the homeless man للرجل المشرد. كلمة homeless ترجمها معناها مشرد. يبقى simple act of kindness اسلوب وطريقة او العمل الخيري kindness العطفي. brighten the day هو اللي ظبط اليوم للرجل المشرد. rudeness معناها وقاحة، selfishness أنانية، arrogance معناها اللي هي معناها تفاخر وكده وتباهي. arrogance جاي منها كلمة اسمها arrogant معناها متباهي. 40 بيقول لك here not argument معناها جدال. convinced يعني أقنع. the council أقنع القنصلية أو الكونسل المجلس يعني to support the new project plan إن هي تدعم البروجكت بلان. يبقى the powerful argument الجدال القوي والكلام الباورفul القوي. لكن mild بسيط وweak ضعيف ineffective غير مؤثر وبسيط، فكلهم بيساووا. 41 leaders القادة often take on. كلمة take on كلمة مهمة وهي مفتاح الحل. take on نقط a guiding نقط ايه ارشادي لا يبقى take on guiding rule. يعني ايه guiding rule؟ يعني دور ارشادي to motivate عشان تحفز and inspire their team members عشان تحفز وinspire their team members يعني وتلهم الفريق. طب ليه يا مستر ما تنفعش responsibility؟ تعال نترجم المثال. هنا بيقول لك leaders القادة often take on guiding هل يا ترى مسؤولية إرشادية ولا دور إرشادي؟ طبعا هم لديهم دور إرشادي، فيبقى دور كلمة اسمها رول. لكن duty معناها واجب وده عكسها، وتاسك معناها مهمة. during meetings أثناء الميتينجز managers المديرين نقط challenges نقط التحديات to find the best solution cooperatively
عشان تجد افضل الحلول بتعاون. cooperatively معناها بتعاون، يبقى هي بتناقش التحديات، يبقى discuss يعني يناقش challenges التحديات. لكن avoid يتجنب لا، ونجلكت لا، واجنور يتجاهل برضو لا. السؤال اللي بعده رقم 43 بيقول لك فيه ان elders كبار السن often offer نقط، دايما بيقدموا لنا نقط based on life experiences اللي مبنيه وقائمه على خبرات وتجارب الحياه. and personal reflection معناها التفكير الشخصي. يبقى الإجابة الصح طبعا هما بيقدموا لنا إيه؟ الويزدم. طبعا كبار السن يبقى مرتبطين بالويزدم، بالحكمة. disagreement عدم الاتفاق، celebration احتفال، misunderstanding سوء الفهم. the نقط residents السكان الإيه؟ received a special care تلقوا عناية خاصة and attention وانتباه at the nursing home. nursing home يعني بيت الرعاية. يبقى the elderly كبار طبعا هم اللي تلقوا كل الكلام ده، ما ينفعش young الصغيرين، ولا adults بالغين، ولا حتى middle aged اللي هم معناها متوسطين العمر. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 45 بيقول لك فيه social media كان not public opinion يعني الرأي العام. ممكن تعمل ايه في الرأي العام quickly بسرعة on important political or social issues. يبقى هي ممكن influence. كلمة influence معناها تؤثر على الرأي العام. avoid يتجنب، واجنور يتجاهل، ونجلكت برضو معناها يتجاهل. 46 teachers المدرسين need not methods محتاجة methods معناها طرق وأساليب to engage students عشان تشارك الطلبة in active learning في التعلم الفعال during lessons أثناء الدروس. يبقى هي عايزة طرق وأساليب إيه؟ عايزة طرق effective معناها فعالة، لكن inefficient معناها غير كفء، weak معناها ضعيف، useless معناها عديم الفائدة. 47 avoiding التجنب أو تجنب أو أن نقط. تجنب إيه؟ helps maintain peaceful relationship بيساعدك انك تحافظ على peaceful relationships يعني العلاقات السلمية between friends and family ما بين الأصدقاء والعائلة. يبقى انك تتجنب argument معناها جدال، اوعى تتلخبط ما بينها وما بين agreement التالتة دي معناها موافقة واتفاقية دول عكس بعض. celebration معناها احتفال، wisdom معناها الحكمة. السؤال اللي بعده organizing community events تنظيم الأحداث المجتمعية بتاعت المجتمع يعني can be a rewarding نقط. ممكن يكون rewarding ايه؟ مجزي if done with dedication لو اتعمل بديديكيشن. يعني ايه يا جماعة كلمة dedication معناها تفاني. يبقى هيكون rewarding rewarding task يعني مهمة، تمام، لكن ديوتي واجب، ورايت حق، ورول معناها يحكم، تمام. السؤال اللي بعده the hospital المستشفى worked tirelessly اشتغلت tirelessly يعني بلا كلل وبلا ملل. طبعا يبقى hospital ايه؟ hospital staff طاقم العمل. اصل staff دي معناها جامد وصلب، وستاف معناها مواد غذائية، وكرو هو طاقم العمل لكن في السفينة. يبقى the hospital staff worked tirelessly to take care of patients لكي يهتم بالمرضى during the pandemic أثناء الوباء. السؤال اللي بعده companies الشركات نقط to attract the most talented employees عشان تجذب الموظفين الموهوبين in the global market في السوق العالمي. يبقى الشركات ايه؟ طبعا انت بتشوف P2 فبتقول لي الاجابه على طول belong، وللاسف belong اجابه غلط. الاجابه الصح تبقى compete يعني يتنافس، والاسئله دي من الاسئله المميزه. ليه ما تمشيش belong زي ما اغلب الناس بتيجي تحلها؟ عشان المعنى. هي belong to هي اللي معناها ينتمي الى، بس هل يا ترى هي الجمله هنا جايب معنى ينتمي الى؟ يقول لك ان الشركات بتتنافس to attract the most talented employees عشان تجذب معظم الموظفين الموهوبين in the global market في السوق العالمي. طب volunteer التانية معناها يتطوع، ورول التالتة معناها يحكم أو قاعدة. 51 teachers monitor students نقط المدرسين بيراقبوا students نقط to maintain discipline عشان يحافظوا على الانضباط. discipline مهمة معناها الانضباط in the classroom effectively في الفصل بفاعلية. يبقى هما بيراقبوا سلوكيات الطلبة behaviors
أما كلمة resolution معناها بعد، وكاركتر شخصية مش بيراقبوا الشخصية ولا بيراقبوا البرايفسي الخصوصية. positive feedback رد الفعل الإيجابي can greatly not employees ممكن يعمل إيه في الموظفين؟ طبعا encourage هيشجعهم to perform better at إن هم يأدوا بشكل أفضل at their jobs في وظائفهم. يبقى encourage هي الإجابة. أصل ignore يتجاهل لأ، و avoid يتجنب متنفعش، و neglect يتجاهل لأ. بعد كده 53 everyone كل واحد should know لازم يعرف how to not conflicts respectfully ازاي نقط الكونفليكتس الصراعات respectfully باحترام to avoid misunderstanding عشان يتجنب سوء الفهم. يبقى طبعا يحل solve conflicts يعني يحل الصراعات هي الإجابة الصح. طب السؤال اللي بعده 54 بيقول لك فيه everyone كل واحد should help to not an inclusive community. طبعا عشان تقول يخلق مجتمع شامل يبقى اسمها create an inclusive community، وده مصطلح مهم جدا where no one اللي فيه no one feels excluded محدش بيحس ان هو مستبعد. يبقى الإجابة الصح تبقى create ماهيش make ولا compete ولا solve. السؤال اللي بعده رقم 55 بيجي يقول لك فيه she decided to take نقط a leadership. طبعا اسمها take on a leadership. take on a leadership يعني ان هو يتولى مسؤولية القيادة leadership role يعني دور قيادي and the school project في school project في المشروع المدرسي. تمام. خلي بالك عشان لو هي take to معناها يعتاد على، ولو هي take in يبقى معناها يمتص، ولو هي take off معناها ينزل من المواصلة. 56 بيقول لك فيه volunteering التطوع allowed him سمح له to not empathy نقط التعاطف for people in need للناس المحتاجين. يبقى اسمها طبعا gain empathy، واتفقنا مع بعض ان كلمة gain بتيجي مع الاشياء المعنوية، فلذلك قال لك gain empathy مش make ولا earn، لان earn بتيجي مع الماني، وwin يفوز بيه بتيجي مع الميداليات والمسابقات وهكذا. 57 students الطلبة often not friends طبعا دايما بيكونوا صداقات when participating in groups لما بيشاركوا في مجموعات group activities في أنشطة المجموعات at school events في الأحداث الرياضية. يبقى اسمها طبعا make friends يعني بيكونوا صداقات. 58 leaders القادة must not a problem quickly لازم ان هي address يعني تعالج وتخاطب البروبلم المشكلة quickly بسرعة to prevent further conflict عشان تتجنب وتمنع further conflict يعني صراع إضافي. طب السؤال اللي بعده 59 the two teams الفريقين argued not the referee final decision. referees معناها حكم، وفاينل ديسيجن يعني القرار الأخير after the match بعد الماتش. يبقى اسمها argue ايه؟ اسمها argue over يتجادل على ويتجادل بشأن. it is unfair إنه غير عادل to blame others إنك تلوم الآخرين for طبعا كلمة blame بتاخد حرف الجر for يلوم الآخرين على problems المشاكل you helped create اللي انت ساعدت في ان هي تكريت يعني تنشأ. 61 بيقول لك فيه if you want to express thanks لو انت عايز تعبر عن الشكر it is always polite to show gratitude من المهم جدا انك تبين الجراتيتيود. يبقى thanks مرتبط دايما بكلمة gratitude. ما ينفعش اقول لك show grateful معناها شاكر او ممتن، ما تنفعش، اسمها show gratitude يظهر الشكر والامتنان. السؤال اللي بعده 62 poor communication can lead to يعني يؤدي إلى. يبقى التواصل الضعيف ممكن يؤدي إلى serious misunderstanding سوء الفهم الخطير between classmates ما بين زمايل الفصل. teamwork العمل الجماعي gives students بيعطي للطلاب a clear نقط of belonging within the group. belonging يعني الانتماء، يبقى clear sense of belonging يعني الإحساس بالانتماء كده، ودي كلمة مهمة. degree درجة، و form يشكل، و shape يشكل. السؤال اللي بعده the school organized a very not math problem. هي عملت مسألة رياضية ايه؟ طبعا الإجابة الصح تبقى challenging، وخلي بالك المثال ده برضو من الأمثلة المميزة جدا في الكتاب. ليه ما خدتهاش challenge بس معناها تحدي، لكن challenging هي اللي معناها صعب.
يبقى عايز اقول لك ان المدرسة نظمت a very challenging صعب جدا math problem. math problem يعني مسألة رياضية for the top students للطلبة اللي هم التوب. بعد كده 65 the new student الطالب الجديد moved into the نقط اتحرك الى النقط near the school playground يبقى اتحرك الى ايه؟ طبعا اتحرك الى neighborhood. neighborhood يعني الحي يبقى اتحرك الى الحي. بعد كده الاسئله اللي جايه هتختار فيها 2 اسئله خاصه بالسينونيمز والانتونيمز. يلا بينا نبدا مع بعض فيها. قال لك جمله طويله عريضه، قال لك في النهايه the antonym of gratitude. gratitude شكر وامتنان، مضادها disregard و neglect. تمام. طب عندك بعد كده بيقول لك مرادف appreciate يقدر بتساوي respect يحترم و value يقدر. طب حلو. مرادف كلمة conflict صراع بتساويها كلمة dispute وبتساويها كلمة disagreement عدم اتفاق. طب عايز مرادف كلمة take over يعني يتولى ويستولى على. take over بتساوي كلمة dispute over ان هو يتصارع على و debate on يجادل من اجل. طب مرادف كلمة gathering معناها اجتماع بتساوي كلمة meeting. واسمبلي كلمة assembly معناها جمعية او طابور او اجتماع. طب هو عايز بعدها synonym of interrupt مرادف كلمة interrupt يقاطع بتساوي كلمة disturb يزعج ويقاطع وhinder يعوق. تمام. بعد كده synonym of mediator يعني وسيط بتساوي كلمة facilitator يعني الشخص اللي بيسهل negotiator معناها مفاوض. The synonym of misunderstanding مرادف كلمة misunderstanding يعني سوء الفهم بتساوي كلمة confusion الربكة والحيرة و misinterpretation معناها سوء الترجمة أو سوء الفهم وهكذا. بعد كده عايز منك the synonym of address يعني يعالج يبقى بتساوي كلمة deal with يتعامل مع و handle يتعامل مع. ومضاد كلمة handle حد بيتعامل مع حاجة وحد بيignore بيتجاهلها وبيavoid يتجنبها. بعد كده عايز منك the antonym of conflict مضاد كلمة conflict cooperation التعاون و peace اللي هو السلام. 77 بيجي يقول لك فيه مرادف كلمة gratitude الشكر والامتنان مرادفه هي كلمة appreciation الشكر و thankfulness الشكر. بعد كده مرادف كلمة resolve هي resolve معناها يحل بتساوي solve وبتساوي settle يعني يسوي. وبكده الحمد لله نكون خلصنا مع بعض الجزئية بتاعت النهاردة. متنساش لايك والشير والسبسكرايب وكمان دعوة حلوة من قلبك واشوفك فيديو جديد. توفيق لكم جميعا. سلام.